مين اللي قال ان السمك البلطي ما ينفعش يتعمل صينيه؟ طب هاتي الكبه وتعالي نزلي عليها 3 قرون من الفلفل، عليهم راس توم، ومعانا معلقه كبيره من الكرفس فريش او مجفف، عصير 3 ليمونات كبار، نزلي عليهم معلقه من صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الملح، ومعانا بهارات سمك يكون معلقة صغيرة اختياري لو موجود، ربع كوباية من الزيت النباتي، اضربيهم ضربة حلوة كده ونعميهم في الكبة، وممكن تستخدمي الهون تدقيهم في الهون برضه هيدينا نتيجة حلوة جدا. الكرفس هنا بيفرق معاكم يا جماعة جامد، اللي ما عندوش كرفس ممكن يبدله بالكزبرة الخضراء، والكرفس اخضر او فريش او مجفف بصراحة بيفرق جامد جدا في السمك. هتنزلي معلقتين من الزيت في الصينية بتاعتك، وننزل عليها كيلو من البطاطس ومتقطع دواير، والسمك بتاعها يكون رقيق علشان تستوي معانا. السمك البلطي ما بياخدش وقت في التسوية. هننزل عليهم بصلتين وسط متقطعين برضو دواير، كيلو من الطماطم متقطع دواير، وهناخد نص الخلطة وننزلها على الخضار بتاعنا اللي احنا رصيناه في الصينية ونوزعه كده من فوق، ونزلي عليهم 3 معالق من الزيت ووزعي على الخضار بتاعك. بعد كده رصي السمك بتاعك، طبعا السمك بتاعنا مغسول كويس جدا ومتنضف، على فكرة ما بحبش اقص منه الزعانف، انا بحب السمكة سليمة وبحالها. طبعا انت عايزة تشيلي الزعانف براحتك جدا. كل سمكة هعمل فيها خطين بحرف السكينة من الاتجاهين، من الوش ومن الظهر، علشان التتبيلة بتاعتي تدخل جوه السمكة وجوه اللحم وتبقى كده حلوة وجميلة جدا. وممكن تضيفي عليها، انا ضفت تاني على الخلطة يا جماعة معلقة من صلصة الطماطم، معلش دي ما تصورتش، بس معلقة صلصة الطماطم هتديله لون احمر وحلو وجميل. ودهني بقى السمك بتاعك ودخلي كده جوه الخطوط بتاعتك، وممكن تدخلي جوه السمكة جزء من التتبيلة، وممكن تحطي شريحة ليمون، وممكن تحطي عود كرفس صغير كده اخضر، بيفرق معانا جامد جدا. وغطي بقى، والفرن بتاعك اهم حاجة تدخلي والفرن بتاعك سخن، وهنحطه في الرف اللي في النص، وهنشغل تحت بس اهم حاجة هنغطيه بورق زبدة الاول، ورشي رشة مية خفيفة بايديكي كده على ورقة الزبدة، عشان وانتي بتشيلي الغلاف بعد ما يستوي ما يلزقش فيه جلد السمك ويتقشر معاكي، يبقى السمكة محتفظة بشكلها. وبعد كده حطي الفويل عليه ودخلي الفرن، هيقعد معاكي نص ساعة، وسهل بس جميل.